هاي يا جماعة، لو انتوا في الشانل دي بقالكوا حبة فهتشوفوا فيديوهات كنت بتكلم فيها عن صناعة المحتوى والفريلانسنج وكل الحاجات دي. الحاجات دي كلها أدت لحاجة حلوة جدا في حياتي، هي اني افتح شركتي سيس كوميونيكيشن. سيس كوميونيكيشن عبارة عن ايه؟ شركة متخصصة في الماركتنج، وبالأخص قوي الديجيتال ماركتنج والبيرسونال براندنج. بنمسك صفحات ناس نقدر نكون مكبرها لهم لو هم ليهم مقدمي خدمة أو ليهم سيرفيس معينة بيقدموها، أو للشركات أو أصحاب المشاريع بنمسك لهم برضه صفحاتهم، بنعمل لهم المحتوى بتاعهم، بنعمل لهم الميديا باينج، الاعلانات بتاعتهم، كل الحاجات دي. وبقينا شركه من 12 بني ادم. ابتدت امتى؟ ابتدت يوم عيد ميلادي. احط لكم صوره كده. عملت لونش للايجنسي لان هي كانت فيرتوال يعني ملناش اوفيس، كنا بنشتغل كلنا من البيت. وعملت الشركه وكنا ثلاثه بس. اول ما ابتدينا كان في 17/9/2021. دلوقتي احنا في 23. فرحله ان انا يكون عندي بزنس او ان انا ابقى بزنس اونر بيطلع فيها كمية حاجات مختلفة وجديدة وتشالنجز وتحديات جديدة أنا عمري ما كنت أتخيل إن أنا هبقى فيها. قرارات مهمة، قرارات صعبة، قرارات مادية، قرارات محتاجة ان انا النهارده دلوقتي حالا ستريكت انا قادره اقرر هعمل ايه. فبعد الفتره دي من البيزنس قررت اقول لكم شويه حاجات اتعلمتها، او ايه الحاجات اللي محتاجه تكون عندك كبزنس اونر تبقى عارفها ومترسخه كده في مخك كويس قوي، عشان على الاقل لو انت في بدايتك فانا كمان في بدايتي اقدر اكون بشاركك الحاجات دي كلها. ولو انت جديد هنا اهلا بيك في الشانل بتاعتي. انا مارين نيكولا حداد، والشانل بتاعتي اسمها Learn with مارين، بنتعلم فيها مع بعض ديجيتال ماركتنج، صناعه المحتوى، الدعايه. بنتعلم فيها ازاي اصلا يكون عندنا بيزنس وكل الحاجات اللي تقدر تخليك تكون بتشتغل وانت مبسوط وراضي فيها عن حياتك. خلينا نبتدي من ان انا احاول اشرح لكم اكتر الحاجات اللي انا اتعلمتها في بدايتي، لان اي بيزنس بيكون فيه جراف كده عشان البيزنس او شركه تبتدي تقوم في مرحله الانترودكشن، او ان احنا نكون بنبتدي ننتروديوس نفسنا او نعرف نفسنا للماركت. وبعدين مرحله النمو او الجروث ان احنا نبتدي نكون بنجيب عملاء كتير وشغل كتير. وبعدين مرحله الماتيوريتي او مرحله انه خلاص انا مش محتاج عملاء، انا العملاء اللي معايا تمام، الدنيا ستيبل، الدنيا ما فيهاش مشاكل وكده. انا فين؟ انا في اول حتتين دول، انا مش في مرحله الماتيوريتي خالص. وبعدين بقى بيبقى في مرحله الديكلاين ان الشركه بتقع بتموت او هتفضل في الماتيوريتي ستيج طول الوقت. فالنهارده خلينا نتكلم على حته الانترودكشن بالجروث فيز انا اتعلمت فيها ايه. بس خليني من الاول ابتدي معاكم ايه اول حاجه اتعلمتها في البيزنس بتاعي. اول حاجه اتعلمتها بجد ان اهم حاجه هي شبكه علاقاتي. شبكه العلاقات اللي بالمصري بنسميها الواسطه، هي في الحقيقه ما بتكونش الواسطه. انت كل ما بتتعرف على ناس اكتر تساعدك في مجال شغلك كل ده بيبقى بجد احسن بكتير 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 في شغلك. عشان انت دلوقتي لما تروح تخبط على باب في مجال معين، لو انت عارف الشخص صاحب الشركة التانية انت عايز تشتغل معاه، او عارف حد يعرفه، في الموضوع هيكون اسهل بكتير ان انت تعرف تدخل في المجال ده. مجال البيزنس عموما بيمشي بالعلاقات، والعلاقات بتمشي فيه وبتبقى وسايط مش بالظبط، بس بتبقى فعلا اسهل لك بكتير انك تعرف تدخل وتبنتريت الماركت ده بشكل اسهل بكتير لو انت عارف شخص جواه. انا دلوقتي لو حد مثلا صاحبتي بتحاول تبقى بتكريت كورسز او كده، لو هي عارفاني وانا من شبكه علاقاتها هعرف اساعدها. فانا عندي مجتمع عارف الكورس اللي هي بتعمله ده، فهقدر اكون بقدمها للمجتمع اللي عندي ده عشان هي عارفاني، هيسهل عليها حاجات. انا لما بعرف مثلا بشتغل مع انتيتي تانية او بشتغل مع هيئه تانية، الهيئه دي بتفيدني لان انا متعرف على الناس اللي عندها جوه. ولما بشتغل معاها بعرف الناس اللي جوه. يعني مثلا ستيلر نتورك دي انا اشتغلت معاهم. لما اشتغلت معاهم اتعرفت على ناس اللي في ستيلر. لما سافرت السعوديه قدرت ان انا اقابل بنت من اللي شغاله هناك وقعدت معاها، ساعدتني شويه من رحت البلد. فمفيش نتوركينج معين بتعمله عمره ما هيفيدك. فحاولوا على قد ما تقدروا تكونوا بتحافظوا على شبكه علاقاتكم لان هي اهم حاجه في البيزنس. تاني حاجه اتعلمتها وفكره الديليجيشن يعني انا اكون بدي التاسكس بتاعتي لغيري. مفيش حد هيعمل حاجه زيك، مفيش حد 100% هيبقى زيك، بس لما تيجي تبني شركه بتعرف تبني لها فيجن، تعرف تبني لها هدف، تعرف تبني لها رؤيه، تبني لها فاليوز او قيم معينه الناس اللي تحتيك تشتغل عليها، تقدر تعلمهم طريقه شغلك. عمرهم ما هيبقوا زيك 100%. ودي ميزه مش عيب، لان لما بتاخد برسبكتيفز مختلفه او منظور مختلف لشغلك من التيم بتاعك على المنظور بتاعك انت، الموضوع بيطلع بشكل حلو قوي في الاخر. في الاول في الاخر بيكون توجيهك انت. بس ان انت تبقى كل حاجه شايلها في البيزنس وخايف تكون بتديها لاشخاص مختلفه او اشخاص تانية، ده بجد بجد بيضيع منك وقت كتير قوي، لان انت بتشتري راحتك حرفيا بفلوس وبتشتري كاباسيتي اكتر بكتير بالفلوس. بمعنى ان انا اقدر ادخل شغل عندي اكتر لو انا قدرت اعين حد تاني. لكن انا دلوقتي مثلا عندي الفيديوهات كترت قوي في الشغل،
فانا محتاجه اجيب فيديو اديتور تاني يكون بيساعد في الفيديوهات. ان انا اكون برودكتيف او ببروديوس او بطلع ابقى منتجه اكتر لعدد فيديوهات في الشهر، اكيد هيكتر لو في اتنين. لو في فلوس داخله من البروجكتس دي او من المشاريع اللي فيها فيديوهات قادره تكفر المرتبات دي، ساعتها اقدر اجيب حد فعلا تاني. فساعتها انا هكون بكبر الكاباسيتي بتاعتي، بزود على نفسي مصاريف بس بدلجيت الحاجه دي لشخص او اتنين بشكل يقدر يخليني اكون بعمل شغل اكتر وبكسب فلوس اكتر، وبريح نفسي من هاسل كبير. يعني انا ما ينفعش اكون انا مثلا صاحبه البيزنس في الاول وقادره انا طول الوقت قاعده انا اللي بفولو اب مع كل العملاء ومع كل الكلاينتس لما يبتدوا يشتغلوا مع الشركه. انا دوري ابتدى ينتهي في حته، وبديت اسلمه للبنت اللي معايا اللي هي الاكونت مانجر تقدر تكون بتتابع مع العملاء، عشان بالطبيعي انا هسقط وبالطبيعي هكون اوفر وعندي حاجات كتير قوي تانية عايزه اكون بركز عليها. فكل ما بديليجيت وبدي التاسكات بتاعتي لناس تانية وانا بقدر امرنهم بشكل معين، كل ما يكون احسن ليا، لصحتي النفسيه، للشغل، لان انا اكون بكبر البيزنس بتاعي. وبجد بيفرق جدا في حته ان انا مش واثق في حد ان انا اعينه، التجربه مش هتضر في اي حاجه. تالت حاجه اتعلمتها ان انا هتعلم كل يوم حاجه جديده. كل يوم في البيزنس بتخيل انه ايه ده، انا عملت البروجكت ده فانا كده بقيت بريمو، انا فاهمه كل حاجه في البروجكت ده، انا عارفه كل حاجه هتحصل. أه بس هو بجد الموضوع ان انا كل يوم مع كل بروجكت بتعلم كل حاجه جديده، وبحاول اعمل حاجه اسمها ديبريف، ان انا بعد ما اخلص البروجكت بقعد مع اللي ماسكه البروجكت او البروجكت مانجر او المسؤول عن المشروع، اشوف ايه الحاجات اللي مشيت كويس، ايه الحاجات اللي مشيت وحش، وايه الحاجات اللي احنا اتعلمناها، عشان لو جالنا بروجكت تاني شبهه اقدر اكون فاهمه اللي حصل من الحاجات دي وقادره اتعلم منها. هل الليرنينج كيرف هيخلص؟ لا. هل انا اصلا كحد عنده بيزنس محتاجه اوقف شغل؟ مش هينفع، بالعكس، او مش هوقف شغل، اوقف تعليم. لا، عمري ما هوقف ان انا اتعلم، وعمري ما هبطل ان انا اتعلم. فكل يوم اقول ايه ده، يعني انا خلاص بقيت اكسبيرينس في حته فلانيه، لسه هقعد اتعلم كذا كذا كذا. اتعلمت حسابات وانا ما كانش ليا في الحسابات، اتعلمت في الضرايب وانا ما كانش ليا في الضرايب، اتعلمت اداره الاعمال واداره الناس اللي معايا وانا ما كنتش مديره قبل كده، اضطريت اتعلم ده لوحدي. اتعلمت حاجات كتيره في مجال الاوبريشنز، فهمت شويه في الاتش ار. كل الحاجات دي كنت محتاجه اتعلمها عشان اقدر اكون بدي لشغلي، او لما بجيب حد اديليجيت ليه في تاسكات معينه اكون قادره ابقى فاهمه هو بيعمل صح ولا غلط وبيعمل ايه وازاي. يعني انا ما بحطش ايدي في الحسابات، بس انا ابتديت ابقى فاهمه حسابات وفاهمه ايه يعني ايه فاتوره الكترونيه وبتطلع ازاي، والقيمه المضافه وبتتحط على مين وبتتحطش ازاي، وازاي بنطلع فواتير مش عارفه ايه. كل الحاجات دي انا ما كنتش اعرف عنها اي حاجه من 5 6 شهور. ما كنتش اعرف يعني ايه الحاجات بقى اللي بنسمعها في شارك تانك. وقولوا لي في الكومنتس لو عايزين نعمل حلقه بنشرح الحاجات اللي بتطلع في الحلقات بتاعتهم. يعني ايه بقى مثلا البايب لاين بتاعك عامل ازاي، يعني ايه ليكويديتي، يعني ايه كاش فلو. انا بجد كل اللي كنت اعرفه يعني ايه ماركتنج. بعد كل ده اتعلمت الحاجات دي، وحاولت ما بقاش شريره مع نفسي ان انا اعلم نفسي كل حاجه مره واحده. رابع حاجه اتعلمتها ان انا اكون عارفه ان انا اكيد هغلط واكيد هفشل. الفشل بيجنني، ولما بغلط غلطه بتضايق جدا من نفسي، جلد الذات بيبقى جبار. فمن موقعي هذا بحاول اقول لكم ما تعملوش كده في نفسكم. اكيد هتغلطوا، لان الغلطات هي اللي بتخليني اتعلم في اللي وراهم. يعني اول مره خدت بروجكت كبير قوي، في كام حاجه خيشت كده، اتعلمت المره الجايه في البروجكت الكبير اللي زي ده نفس الحاجات دي مخيشهاش. الغلطان او اللي مش شاطر هو اللي ميتعلمش فعلا من الحاجات دي للمره اللي بعدها. بس الشاطر بجد في شغله يقدر من الحاجات دي يقول احنا المره اللي فاتت حصل كده كذا وكذا وكذا وكذا، المره دي عايزين نتاكد ان احنا ما نعملش 1 2 3 4 5، بان احنا نعمل 1 2 3. لو احنا عملنا ال3 حاجات دول هنافويد او هنقدر ما نكونش بنعمل ال5 حاجات التانيين دول عشان اتعلمناهم قبل كده. تمام، هيطلع مشكلتين تانيين بس احسن ما يطلع 7 مشاكل من الاول. هو ده لما بتعامل بمنتاليتي او بمايند سيت او بفكر انه انا فشلت، انا البروجكت ده باظ مني، كلاينت راح هنعمل ايه، بروجكت باظ هنعمل ايه، بس بلاش نبوظ بقى الباقي. فاقدروا تبقوا عارفين ان انتوا الطبيعي ان انتوا تكونوا طبعا بتغلطوا، مش عشان احنا فتحنا شركات وبقينا اصحاب بقى شركات بقى وعندنا سجلات وبطايق بقى وكل الكلام ده انه مش هنكون بنغلط. خامس حاجه اتعلمتها وبشوف النقطه دي مهمه قوي، اداره مالياتك مظبوط هي نص نجاح المشوار. فكره ان انت يكون عندك مش محاسب ومش محاسب قانوني، عندك فاينانشال ادفايزر او محاسب مستشار في المحاسبه عامه، مستشار في مادياتك عامه. ليه فكره ان يكون عندك حد تستشيره في مالياتك دي فكره مهمه جدا، لان مالياتك نص فكره اتخاذ قرار. انت لو عايز تعين محتاج تبص على مالياتك، محتاج تكبر الشركه محتاج تبص على مالياتك. والله انت بيدخل لك فلوس كتير،
فانت عندك بروجكتس كتير، فانت قادر تبص من فلوسك، لا انا محتاج اعين. طب انا لو عايزه اعين محتاج اسال الحد اللي ماسك الفلوس، هل انا عندي كاباسيتي او عندي قدره او قابليه ان انا اقدر اعين حد دلوقتي بالفلوس اللي بتدخل لي دي؟ هو اللي يقدر يقول لك ولا لا. بناء على ايه؟ بناء على ان هو بيدرس الارقام بتاعتك، بيعمل داتا اناليسيس، بيحلل كل ارقامك الوقت اللي فات، ويقدر يقول لك امتى الفتره اللي فاتت دخلت كذا من الفلوس. فبناء على ده منطقي او الطبيعي ان انت هتدخل ده بمعدل كذا كذا لمده اخر السنه. فانت تقدر تعين 3 بمرتب فلان الفلاني. لكن القرارات الغير مبنيه على اصول واضحه من مالياتك عامله ازاي، ده اللي بيخليك تلبس في الحيطه. انا اكيد ايفنتشلي هلبس في الحيطه وهفشل وهغلط في حاجات واتعلم منها، بس على الاقل انا دايما بقول كده ان بلاننج مش بمعناها ان انت لما بتخطط لحاجه ده مش معناه ان انت مش هتفشل، بس ده معناه ان انت بتقلل من احتماليات الفشل. فبدل ما يبقى عندك اسباب كتير قوي تخليك تفشل، بيبقى عندك اسباب ممكن مش بايدك، بس الاسباب اللي بايدك حتى على الاقل قادر تكون بتعملها كنترول. فمن الاول خلي مالياتك. انا مش من الاول قدرت اجيب محاسب قانوني لان انا او محاسب عامه او فاينانشال ادفايزر، ان انا الاول كانت مالياتي مش محتاجه قوي كده. يعني انا كنت بدخل كام عشان ابقى بسال حد هنعمل ايه. بس اول ما عملت سجل وبطاقه والحاجات دي، ابتديت اجيب مشاريع كبيره وابتدت الشركه تكبر ونبقى 12 واحد، بقيت محتاجه فعلا اكون اي حاجه باخد فيها قرار من قراراتي عامه اكون قادره برجع لحد، عشان لا اسوح نفسي ولا اسوح اللي معايا. قبل ما انا حتى اسحب فلوس من الشركه اقدر اكون بسال انا لو سحبت كصاحبه الشركه عادي المبلغ ده، هل ده هيأثر على الخطة بتاعتنا قدام، ولا راس مالنا مش هيتأثر، ولا هنعمل ايه؟ سادس حاجة اتعلمتها هي ان لازم يكون عندك مرشد في البيزنس بتاعك، منتور، حد تقدر تكون بترجع له في مشاكلك، سواء بقى في الماليات، سواء في اتخاذ القرار، سواء ان انت تكون بترجع لحد تاني عنده حاجة شبه البيزنس بتاعك تقدر تقول له انا عندي في البيزنس 1 2 3 4 5 محتاجة احل 1 2 3، قول لي ايه الستبس اللي انا اقدر اكون بعملها. بيزنس كوتش، تروح لحد عنده حاجة شبهك، لازم يكون عندك مرشد تكون بترجع له. انا المرشد بتاعي هو مديري القديم في الشغل، برجع له في حاجات. في المحتوى بتاعي برجع لناس معايا في التيم، برجع لحد تاني برضو جوزيف عايزك مثلا بسأله في حاجات معينة، وده كونتنت كريتور بكون ساعات باخد رأيه في حاجات. صاحبتي اتش ار، في ساعات برجع لها في حاجات في الاتش ار. كل حد بقدر اكون طبيعي ان انا اسال حد اهل مني وخبره مني في حاجه معينه اكتر، عشان من خبرته اقدر برضو زي ما قلت لكم ابلان. فلما ابلان ابقى بقلل من احتماليات الفشل. وعلى فكره اكبر ناس في العالم كلهم، مارك زاكربيرج نفسه صاحب فيسبوك كان عنده المنتور بتاعه. كل حد عنده في البيزنس لازم يكون عنده المنتور بتاعه، ودي مش حاجه رفاهيه، يعني مش حاجه اكسترا، لا دي حاجه اسينشال. رقم 7 هي انك تجرب حاجات جديده او خد ريسك. خد ريسك في البيزنس بتاعك. جرب، قول انا لو عندك الكاباسيتي طبعا والقدره على ده، انا هجرب نعمل بروجكت بطريقه كذا كذا، تعالوا نجرب نعمل كولابوريشن مع البيزنس الفلاني، ما تيجي نجرب ناخد بروجكت عباره عن كذا كذا. جرب، لان التجربه فعلا فعلا هتعرفك حاجات مختلفه، هتقدر تكون بتاخد ريسكس وممكن تبيزنس ديفلوب اكتر، توسع البيزنس بتاعك بشكل مختلف. فالتجربه بجد، الحاجات جديده بجد بتكون بجد حلوه. جرب انك تسافر مثلا ببادجت معينه، تقدر تكون بتتعرف على ناس في بلد تانية، تفتح مشروع مش عارف ايه هناك. التجربه لو مبنيه على اساس من الارقام وعلى كي بي ايز واضحه او مؤشرات واضحه ان انت عندك كاباسيتي، عندك قدره او قابليه جوه الشركه انك تزود عليهم حاجه ماديا، قادر تجرب حاجه معينه، ما تترددش ان انت تجرب حاجات في البيزنس بتاعك. رقم 8 ودي بجد بجد يعني كي كده، فريق عملك او التيم بتاعك هو راس مالك الحقيقي. استثمارك في الناس اللي معاك هو اهم استثمار، لان استثمارك في الناس اللي معاك ده معناه الاتي: انت لو بتطلع كواليتي معينه من الشغل، فانت استثمرت في الناس اللي معاك، فالناس اللي معاك دي بقت بتطلع كواليتي احسن وقت اسرع، فانت كشركه بقيت بتطلع حاجات احسن في وقت اسرع في وقت اقل، فبقيت قادر تدخل فلوس اكتر. وهم اللي هيشيلوك وقت ما عندك مشاكل، اللي هم اللي هيشيلوك وقت ما يبقى الشركة ممكن تكون فيها مشكلة، مش قادر تدفع مرتبات او كده. فمعاملتك للناس اللي معاك، استثمارك فيهم سواء ماديا معنويا، في التكنيكس بتاعتهم في شغلهم، هو ده اكتر حاجة باقيه لك. طبعا مش شرط دايما لما تستثمر بحد يفضل او كده، مش شرط كل اللي هيبقوا معاك هم 100% اللي هيكونوا بيكملوا معاك طول الوقت في الشركة او كده، بس استثمارك ليهم وفيهم هيترد لك عموما، وهيكون احسن اسset او احسن
حاجه في البيزنس انك تقدر تكون بتستثمر فيها، خصوصا لو انت بيزنس قائم على الخدمه، لو انت بيزنس خدمي مش بيزنس فيه برودكت سيلينج او مش بتبيع منتج. اه طبعا الفريق في بيع المنتجات مهم، بس في السيرفيس لو انت الفريق بتاعك هو اللي بيقدم الخدمه دي، فطبيعي كل ما السكيلز بتاعته بتعلى طول ما انت شركتك كمان بتعلى بشكل احسن بكتير مع العملاء بتوعك. رقم 9، مش لازم تعمل كل حاجه مره واحده. انت كبزنس اونر عندك افكار كتير وحاسس ان انت تقدر توصل من نقطه بي لحد نقطه سي بسرعه جدا جدا، عملت 1 2 3 4 5. اكتشفت مع الوقت ان انا كل ما بقول انا عايز اعمل 1 2 ده مش هعرف، فبقيت بحط لكل كوارتر او لكل 3 شهور في السنه هدف عشان اقدر احقق حاجه معينه في شغلي. انا مش في يوم وليله هعرف احقق كل حاجه انا عايزاها. فاول 3 شهور في السنه اللي فاتت كانوا ان انا اكون بكبر البيزنس وبجيب عملاء جداد. تاني 3 شهور كانوا في السنه اللي هو لحد شهر 6 ان انا اكون بحط سيستمز واضحه الشركه تقدر تكون بتمشي عليها. انا دول ركزت عليهم وبحاول احقق فيهم، ولما بحقق في حاجات صغيره بروجرس واضح او بوصل لحاجات معينه في الحاجات اللي انا عايزه اوصلها في شغلي، بدل ما اخلي التيم بتاعي يحس ان احنا بننط من هنا لهنا من هنا من هنا لحاجات كتير قوي، التيم بتاعي بقى عنده رؤيه واضحه ان الوقت ده احنا بنكبر البيزنس، الوقت ده احنا بنتعلم السيستمز. فده بيسهل على التيم حتى اللي معاك يقدر يبقى شايف رؤيتك للوقت اللي انتوا فيه ده عباره عن ايه، تقدروا تحققوها بشكل اسرع بكتير. عاشر حاجه في الموضوع انه التوتر او الستريس بتاع انك عندك بيزنس. كان زي ما صلاح بن مجد كده بيقول ان انت عندك بيزنس ده مش معناه ان انت بقيت بتشتغل اقل، لا انت بتشتغل طول الوقت، مش هتعرف تاخد اجازه، مش هتعرف تعمل اي حاجه. فالتوتر والستريس والمسؤوليات كل يوم بتزيد، كل يوم بتكبر، كل ما حجم شركتك بيكبر. اللي هو اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين، لا، لان انت كل ما بتكبر في الشركه كل ما بتكبر حجمها، كل ما الشغل بيكتر، هتوصل لمرحله بقى ان شاء الله تبقى نجيب ساويرس بقى، معاك فلوس قد كده قدرت تستثمر في شركات والناس كلها بتشتغل لك، لحد ما توصل للمرحله دي ان انت في البيزنس عشان تجيب كاليبر او تجيب حد قادر يكون بيمانج البيزنس بدالك، الشخص ده بيكلفك فلوس. فعشان تعرف تجيب الفلوس اللي هتعرف تدفعها له محتاج تكون وصلت لمرحله من الماتيوريتي ستيج اللي احنا كنا بنتكلم عليها، ان انت ما بقيتش في النمو خلاص، انت بقيت تمام ثابت في شغلك، فقادر يخش لك فلوس معينه متاكد ان هي بتدخل لك، تقدر تعين ناس تشيل عنك الشغل بقى تشيله عنك فعلا. ودي يا جماعه نهايه حلقتنا النهارده. بجد البيزنس حاجه لذيذه بس حاجه متعبه. قولوا لي في الكومنتس انتوا نفسكم تعملوا ايه، شايفين البيزنس متعب ازاي، ولو استفدتوا ولا لا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي حاجه بنزلها. باي باي.